أكد الصحفي حميد المهداوي صاحب موقع بديل المعروف بخرجاته المزعجة لبعض الأشخاص ذوي النفوذ والمال والسلطة، حيث أنه أكد في جميع تدخلاته من خلال منبره الصحفي أنه يتعرض لحملة من بعض الأقلام المأجورة حسب قوله، والتي تطعن في مصداقيته وكرامته هو وزوجته وأمه. وترجمت هذه المضايقات من خلال عدم منحه بطاقته كصحفي مغربي، والتي يخولها له الدستور المغربي وقانون الصحافة. كما أكد المجلس المغربي للصحافة على أنه رفع دعوى على الصحفي لأنه يتلفظ بكلام نابي يخدش الحياء حسب المجلس للصحافة، علاوة على أن المهداوي فسر هذه الكلمات كونها لا تخدش الحياء ليست بسب أو بشتم، لأنها كلمات تعبر عن بعض المصطلحات المغربية المتداولة. ويبقى شد الحبل بين الصحفي والمجلس الوطني للصحافة متواصلا حتى إشعار آخر. نتمنى أن تزول هذه الضبابة. كما تعتبر الصحافة ركنا مهما باعتبارها السلطة الرابعة لكل الدول في أنحاء العالم. نحن هنا لا نناصر أو نصطف مع شخص أو جهة معينة، فقط نسلط الضوء على هذه القضية بين الصحفي والمجلس. ليصلكم كل جديد المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بتعليق، وشكرا.